يا مساء الخير والعافية. شلونكم بنات؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وتشوفون فيديو جديد من يومياتي البسيطة. اتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. وقبل ما نبلش الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا ماكو تفاهم قبل بوجهنا اول ما يبلش الفيديو على المواعين. طبعا هنا مواعين الريوق. الحمد لله تريقنا وخلصنا، ولبست ابني وكملت له اليوم دوامه، كان ظهري همين وابوه وداه للمدرسة، واني قلت خل اقوم ابلش بالمواعين. غسلتهن وخلصتهن ورحت عاد قلت خل اخذ فرع على البيت. ورحت شغلت طبعا اول شي العفاسي، انا حل احب صوته، الاناشيد كلهن احبهن مالاته. المهم حطيت شغلت العفاسي، وهنا بلشت اوخر بالتراب. بهاي كلش والله زينة بنات، هاي الريشة كلش زينة توخر التراب، يعني كلش حلو. وهنا مثل ما شفتوا بنوتي لقطة من عندها، كانت واقفة يمي البلازمة، بلازمة مال الشعر، رادت فرصة زينة على مود تقعد تضرب البلازمة بيها، بس ما وخرتها اني هلا. قلت خلاص وخري منها لا تظنين تفرشين بالبلازمة. عاد ورا هيك جيت كملت كنست الموكيت بالمكناسة. بنات والله انصح الكل يجيب من هاي المكناسة الكهربائية، منها او من غيرها، لان تدرون الشتاء زوالي وموكيتات وهاي، فلازم تخلصون، والله تخلصون اذا جبتوا من هاي المكناسة قبل عسرة تسوون وخلاص. زين عاد انا كملت الموكيت مال هاي القعدة، وجيت فتت على الهول قلت هم خل اسوي خل انظفهم بالمكناس، اللي هو ما بي والله هواي اشياء. وهنا اكيد طبعا تساعدني دائما بنوتي، تساعدني بالتنظيف، تدرون بعد بنوتي معدلة ساعدتني انها ملزمتها، ومنها الباكر ما اخلص اعتقد لو باقية هي لازمتها وياي. عاد هنا جيت همين على شو اسمه على التخم، اما قلت خل اخذه وياي. انا اسوي والله اسوي بهاي مالتها اكو وياها ملحقات مال تخم وهاي الامور، اسوي والله خوش توخر التراب من عنده والوسخ شكو شي، يعني تراب وهاي الامور تدرون كلهن توخرهن. قولوا لي شنو رأيكم بالجو اللي صار، اللي خبل، اللي فجأة سبحان الله سبحان الله فجأة صارت الدنيا ثلج. تعرفون شنو ثلج؟ انه انا يعني بعدني ما فارشة البيت كله، بس هو هاي القعدة فرشتها وبعد خلاص. وكم يوم ان شاء الله قلت افرش باقي البيت. انا عندي طبعا اكيد موكيتات، عندي قديمات مال الهول ومال المطبخ، بس زوجي قال لي لا وفيهن راح خل اشتري موكيتات جديدات حتى نحطهن، بس هاي حاطتها اني هسه بالمجموعة، هاي كانت مال هول. زين كنا حاطيها، عاد هسه قلت لا حرامات هاي ما راح اذبها، خليها ما طول كبيرة، والحمد لله صارت على طول المجموعة. زين هنا بعد ما خلصت وكملت كنسة الهول، جيت اكيد لازم امسح شو اسمه الاخشاب الطبلات الهاي. احب اقولكم هذين الطبلات اذا احد شافن ليش ترى من عندهن؟ ابد مو زينات، يعني ما ادري اذا حلال او حرام دا احكي هذا الشي ما اعرف، بس والله ابد مو زينات. يعني ما دحين يمكن ما جايبين الاصليات او لا، هن ذن سعرهن 50. زين فالأحسن الواحد إذا يريد يشتري خليه يشتري يعني طبلات زينات حيل، لو حتى مثلا غاليات 125 150، أحسن ما اشتري ذني حرامات ويتكسرن على السريع. عاد ورا ما كملت أكيد مسحت البلكات ذني لازم ينمسحن والطبلات وهاي الأمور. هنا على قد هذا البخور والله كلش أحب ريحته أني. شفتوا لي الجو شلونه يخبل هوا ومغيم وشمس ما موجودة اصلا. هنا أنا اختي فجأة طبت علي، هلا بجيتك، وقعدنا وحكينا وتونسنا، واني ما كنت مسوية غدا لان كان عندي غدا مال قبل يوم. من اني زود عندي كلنا يعني اكيد من يزود عندنا نحمي ثاني يوم وناكله خير من الله. يا بخل اسوي ماكو، لا تسوين هل موجود وخلاص، خل ان اجيب لك شي اسوي شي، ما قبلت عادي. قلت تاني قلت خلي نجيب برجر وش اسمه وناجت. وهنا زوجي سوى زلاطة وقليتن وقلت ويا عندي التشريبة،
وعندي شو اسمه تمن هم حق معون والله صار، وخير من الله والله، ولا قبلت ابد نجيب شي ونسوي. قالت هالمقسوم وهالموجود وخير وبركة. حتى بوتيتا قلت ارد اسوي وياه، قالت لا ها هي كلش كافية، هاي موجود وخير من الله. هنا شفت مثل ما تشوفون قليت الناجتس وقليت البرجر، والتشريب هاي شفتوها موجودة والتمن، وصارت خير وبركة الحمد لله والشكر. عاد هنا أنا كملت عفتهم اني عفتها قاعدة، قلت خل اروح اغسل المواعين حتى نقعد على راحتنا. غسلت المواعين وخلصتهن ومسحت الطباخ شي طبيعي. وملابس ابني شريتهن على هاي المرجوحة، بعد اضطريت اشرهن هنا لان تدرون الجو فرضنا وبمغيم ما شاء الله. وهنا كملت هم باقي الملابس، بعد تورطت والله حتى شريتهن على التخم وعلى المجمدة همين منا ومنا خليتهن، بعد شو اسوي. وثاني يوم شريتهن عاد على الحبل. ورا ما راحت اختي بلشت اقرا ابني وكتبه، لان عنده كتابة بوق نديم تدرون صف الاول، قوة يستوعبون يا رب ينجحون كلهم ويفرحون اهاليتهم. وهنا اذا وصلتوا لنهاية المقطع اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولا تنسونا باللايك، ودمتم في رعاية الله وحفظه.